السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى وأجمل إخوات. في البداية مننساش نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا هنعمل النهاردة مع بعض ايه؟ هنعمل رز بلبن كريمي من غير مكونات كتير خالص. ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا 2.5 كوباية من الرز، غسلاهم كويس، وهبدأ اجيب حلة على النار واحط فيها الرز. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. وبعد كده هحط مية، هبدأ اللي انا ازوده يعني. طبعا هنا زودته بالمعتاد، وهوريكم ان انا هحط كمان حوالي مج من الشاي كمان. واول ما يغلي معايا هغطي عليه واسيبه على نار هادية لغاية ما يستوي معايا. وهنا بعد ما استوى طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، مستوي اكتر من المعتاد شوية عشان عايزاه يبقى كريمي كده معايا. وهنا معايا 3 كيلو ما شاء الله اللهم بارك من اللبن. هبدأ احط كوباية من السكر. طبعا السكر حسب الرغبة، والكل كيلو لبن باكت من الفانيليا، ما تكتريش فانيليا عشان ما يمررش معاكي. وهبدأ ان انا ادوب المكونات اللي هو السكر والفانيليا، مش هنحط مكونات اكتر من كده. هو السكر والفانيليا واللبن والرز، مش هنزود اكتر من كده. مفيش اللبن الرز بلبن اقتصادي اكتر من كده. تمام يا حلوين، تمام يا حلوين. وبعد كده هحط الرز طبعا اللي انا سويته معاكم. وطبعا اول ما انزل الرز ايدي فيه اقلب فيه كويس جدا، ما شيلش ايدي عشان ما يشتش. لان الرز بلبن لو شاط معايا بجد طعمه بيغير تماما. يعني نحافظ عليه كده، احنا مكلفينه طبعا لبن والله المستعان. ايدينا فيه كده وهيربط معاكي، ما تخافيش. ما هتحسي في الاول ايه ده الرز فين، اللبن كتير؟ لا، خليكي معايا وهنشوف الخطوات واحده واحده. طبعا انا مش بضيف نشا ولا بضيف اي مكونات تانية على الرز بلبن. بجد هيطلع معاكي كريمي والطعم حكايه، وكل اللي هيدوق هيقولك انتي عامله ازاي. هنا بقلب فيه بوريكم الخطوات واحده واحده. هنا بدأ يتقل معايا شويه، زي ما احنا شايفين الرز بدأ يبان من اللبن زي ما احنا شايفين كده. برضو ايدي فيه. مين لسه ما حطش اللايك والاشتراك والكومنت؟ يلا حط اللايك والاشتراك والكومنت عشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد. وبجد يا ريت كومنت جميل كده عشان تشجعوني.